السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني، اتأخرت عليكم معلش في الفيديو ده، بس كنت تعبانة وعندي برد، وكل ما اخف اتعب تاني، فما كنتش عارفة اسجل خالص الفويس. فلقيت نفسي الحمد لله احسن اهو دلوقتي، فقلت بقى اسجل الفويس وما اتأخرش عليكم. انا كنت الفيديو اللي فات عملت كده شوية حاجات في الشقة، حبيت بقى يلا اكمل معاكم. شفتوا بقى عملت الطرحة زي ما كنت موريها لكم الفيديو اللي فات كده في الدرج، لفيتها زي رول، بقوا مترتبين وجمال. كنت جايبة بقى حبة حاجات بما اني يعني بروق في الشقة. فبحب دايما حاجات بسيطة، بس احس اني جددت او غيرت، تغير لي المود كده و يعني تحسسني بطاقة كده وحاجة جديدة في البيت. باحب أنا بقى لمّا يبقى باروّق في الشقة باقسّم يعني حاجتي، مش باعمل كلّه مرّة واحدة. يعني مثلًا خلّصت أنا الدولاب وعملت بقى الأدراج، دخلت صبّنت بقى المطبخ، عدلته الأول كويس من جوّه. هو بصراحة كان نضيف من جوّه، يا دوب بس مسحته بحتّة كده نضيفة آمم مبلولة، حاطة فيها شوية خل وحبة صابون، يعني بقيت بلمع كده وبطهر من جوه، وصبنته بس كده من بره. لكن بقى الرخامة نزلت بقى كل الحاجات اللي كانت عليها، وبدأت أغسل بقى حاجة في حاجة. يعني انت شوفي ايه اللي متدهول عندك وحاولي تخلصيه. احنا خلاص يعني الشتاء اهو اصلا بدأ يعني. فلو وراكي حاجة حاولي تعمليها، لان احنا بنبقى يعني حركتنا بطيئة شوية في الشتاء، وبنبقى مكسلين وبنقفل بقى دايما في الشقة. فحاولي تقفلي على نظافة، يعني قبل ما خلاص الشهر ده يخلص مثلا ان شاء الله، حاولي تكوني خلصتي الحاجات اللي مضايقاكي في الشقة. انت عارفة بقى ايه اللي مضايقك، دولاب، درج، المطبخ عايز يتصبن، في حاجات في المطبخ مثلا مش نظيفة. فانت ايه يعني، انت ادرى بحاجتك وبشقتك. بس حاولي تخلصي علشان تقفلي بقى في الشتاء على نظافة كده وترتيب، وتبقي قاعدة نفسيتك حقيقي بتفرق جدا وبتبقى مرتاحة. كنت شارية حبة حاجات أنا للمطبخ، ما حبيتش بصراحة إن أحطها غير بعد ما أخلص المطبخ وأصبنه وأحطه هو نضيف. يعني بحس أنا دايما لما بجيب أي حاجة جديدة ما بحبش أحطها غير لما بروق الشقة. فتعالوا أوريكم بقى، جبت مشتريات حاجات جميلة جدا وعملية فعلا وبسعر يعني رخيص جدا. جبت السنادة دي بتاعت بقى بتسندي عليها المعالق والحاجات وانتي مثلا بتطبخي، تقريبا كانت ب5 جنيه. وكمان الاسبونشة بقى دي بتاعت المواعين للحاجات اللي هي الناعمة واللي مينفعش تجرحيها. برضو بصوا معظم الحاجات اللي انا جبتها دي اسعارها ما مش معدية ال20 جنيه خالص. يعني كله بقى بيتراوح من 10، 5، 15، 12 ونص. يعني وهكذا، الاسعار فعلا رخيصة قوي. جبت كمان الفرشة دي جميلة في التنظيفات، يعني تعملي بقى الكنب الشباك، يعني حلوة جدا. كمان الفوط دي جميلة وعملية، بتبقى شكلها شيك قوي. والفرش دي دي بقى فرشة تنظيف الحوض كده، تنظيف مثلا اي حاجة ناشفة تستخدميها في كذا حاجة، وهوريكم هنستخدمها في ايه في الفيديوهات الجاية. شلت انا بقى عارفين اللي هو البوكس الاحمر ده، حطيت فيه، حبيت احط فيه المنظفات بقى، الفرش بتاع اللي بمسح بيها الشباك، او الرخامه اللي هي المساحه الصغيره دي. هنبدأ نحط فيها الحاجات كده، فحبيت تبقى ايه يعني كلها مع بعض وجنب ايدي. وجبت بقى شوية معالق كده خشب وحاجات بقى، حاجات بسيطة بس ايه يعني، انتوا عارفين احنا معظمنا بيحب التجديد، والتجديد يعني في المطبخ. يعني مش عارفة كلكم كده زيي ولا لا، بس فعلا حاجات كانت كويسة وعملية وعليها عروض اسعارها جميلة. جبت كمان بقى بص، عايزة اوريكم الاول الدباسة دي، بجد تحفة، اختراع كده اختراع. دي اولا بتشتغل بالحجرة. دي بقى بتدبس ايه، شفتوا مثلا لما نفتح كيس مكرونة او شعرية او حاجة والكيس بيبقى مفتوح بيقعد يوقع في الضرفة، ممكن نحط له مشبك مثلا. دي بقى جميلة، بتلزق الاكياس البلاستيك دي تاني ترجع تقفلها. وطقم بقى الاكياس الاسياخ بتاعت الكفتة دي حلو جدا وعملي، كان تقريبا ب22. معلقة العسل جميلة وبتخلي شكلها حلو كده، كانت ب7 جنيه تقريبا. الدباسة دي برضو كانت ب20. طقم بقى الفرش ده بتاع البوتاجاز حقيقي طلع تحفة، يعني لما جربته حقيقي حلو قوي. اول وفي واحدة بتبقى حامية قوي، سنها بيبقى خشن كده، دي بتطلع بقى كل الرواسب والحاجات اللي بتبقى ماسكة قوي. وفي بقى حاجات بقى تانية، يعني كل فرشة ليها استخدام.
برضو تابعوني الفيديو الجاي او ممكن اللي بعديه كمان، هنزل لكم الحاجات دي وانا بستخدمها. فحاجات جميلة قوي. والستاند الابيض برضو اللي ورا ده اللي انا كنت جايباه معاهم برضو كان رخيص قوي، يعني تقريبا كان ب7 جنيه ونص او 10 جنيه. فالاسعار جميلة ورخيصة. بس كده من وقت للتاني لما بتجددي حسب برضو امكانياتك بتفرق في النفسية. تحسي ان انت جبتي حاجة جديدة كده بتديكي طاقة، تحسي ان بتشجعك انك تقفي تاني في المطبخ تعملي حاجات مثلا حلوة لبيتك لولادك. يعني البراويز كمان اللي انا جبتها اللي انتوا شفتوها دي ولسه كمان هوريها لكم بعد الفرش. جبت حبة براويز كده لأوضة البنات وحطيت وكام واحد في الطرقة. تقريبا كان البرواز ب10 جنيه بس، تحسوا ان ادت شكل كده وروح للمكان حلو قوي. جبت كمان بقى صينيتين، لا 3 صواني تحفة تحفة تحفة. بصوا الصينية دي بقى حبيتها لاني ممكن تستخدميها على الوشين. ده بقى متقسم كده تحطي بقى فيه تسالي، الحاجات للعيد حلو جدا. والناحية التانية عليه كده شكل رمضاني فبيبقى جميل. مش عارفة هما فين الاتنين التانيين ما جوش ليه اتقطعوا في الفيديو. هبقى اوريهم لكم الفيديو اللي جاي. واسعارهم كانت تقريبا 20 جنيه الصواني دي. بعد بقى ما خلصت رص الحاجات اللي انا اشتريتها وخلصت المطبخ، كنت كمان بقى صبنت البوتاجاز يعني تصبينه بقى حلوه كده نظيفه. ورصيته بقى كده تاني. كمان عملت حاجة في المطبخ يعني كانت مضايقاني جدا 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 كمان. مشكلة كده كانت على طول مضايقاني في مطبخي حلتها. بس بقى دي هقولها لكم الفيديو الجاي كده عملت ايه في المطبخ وغيرت وجددت في ايه. يعني انا مش حابة ان انا انزل كل الافكار في فيديو واحد وطول قوي عليكم لاني حقيقي عملت حاجات كتير في الشقة. غيرت الحاجات كمان اللي ما كانتش عجباني. يعني انا قعدت كده مع نفسي، قعدت افكر ايه اللي انا عايزه اعمله في الشقه، مش مجرد ان انا عايزه اروق وخلاص. لقيت اني انا في حاجات عندي مضايقاني مكركبه اتخلصت منها تماما. وانا برتب في المطبخ كل العلب البلاستيكات الحاجات اللي انا مش بستخدمها بطرمانات مركناها كده ملهاش لازمه. شيلي كل ده وتخلصي منه تماما. اي حاجه عاملالك كركبه تخلصي منها. رتبي ادراجك، رتبي دايما من جوه لبره. يعني ايه من جوه؟ الحاجات اللي بتبقى مستخبيه بقى. يعني درج مثلا متدهول، دولاب مش مترتب، حاجات مثلا في لعب الولاد. عارفين بقى الحاجات اللي هي الخبايا اللي بتبقى مستخبيه دي. التلاجة عايزة تتغسل، لو عندك مثلا دي فريزر نضفيه. كل الحاجات اللي بتبقى جوه دايما قفلي على نظافة، وبعد كده بقى شوفي الحاجات اللي بره دي بتبقى سهلة. بعد ما خلصت بقى حبة الحاجات كده في الشقة، عملت بقى الغدا سريع كده وسهل وعلى طول على طول. حبة حلويات بقى كده، الله، حبة الثوم والبصل والفلفل الأخضر. وعملت جنبهم حبة ملوخية. وكمان حمرت شوية بطاطس. وبس كده يعني حبيت بصراحة ايه. وانا بروق كده بحب اعمل حاجات سهلة، يعني ما اقعدش اقف كتير في المطبخ. كمان لو عندك اكل تطبخي ويكفيكي تاني يوم تبقي شطورة وكسبانة. حاولي دايما تسهلي كده على نفسك، بالذات في ايام الترويق. يعني كان غدا اهو بسيط جدا. يا دوب عملت البطاطس وحمرت كده شوية الحلويات، هي فواكه المذبح يعني. والملوخية، وكان غدا جميل وسريع. كمان من ضمن الحاجات بقى اللي انا كنت شارياها بعد الغدا بعد ما غسلت المواعين قلت اقوم اكمل شويه، صبنت بقى التلاجة ونضفتها خالص لان كانت برضو متدهوله. نزلت بقى الفريزر عندي، نزلت الحاجات اللي كانت فيه وصبنته الاول. بتفتحي التلاجة تتهوى، وفتحته يتهوى كده. وبعدين صبنته ونشفته كويس ورصيت الحاجة تاني في التلاجة. وكنت جايبة انا بقى حبة اشكال كده جديدة من الحاجات اللي هي بتاعت التلاجة اللذيذة دي، فحبيت بقى احطها واوريها لكم كده. واستنوا بقى الفيديو الجاي هو فيديو الفرش. هنفرش بقى الشقة وهوريكم الشكل النهائي بالحاجات اللي انا شارياها. وايه الحاجة اللي عملتها في المطبخ وريحتني تماما. ان شاء الله هتساعدكم بالذات لكل اللي عنده مشكلة في المطبخ زي كانت مشكلتي كده. استنوا بقى الفيديو اللي جاي وقولوا لي بقى رأيكم ايه في الفيديو كده، وعايزة تشجيع عشان انا اصلا بقيت كسولة قوي. خلصت بقى اليوم وعملت كوباية نسكافيه ودخلت اتفرجت على الفيلم الأجنبي الجميل اللي أنا كنت مستنياه والحمد لله كده اليوم خلص. يا رب يدينا الصحة يا رب ويقوينا، نفضل دايما واقفين على رجلينا، نعمل حاجاتنا بنفسنا ونسعد نفسنا وولادنا وبيوتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.